بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نحن في هذا الصباح الجميل، صباح الجمعة، من 18 من ربيع الآخر 400,045. أخواني الكرام، بادئ ذي بدء نقول أصبحنا وأصبح الملك لله. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا أنت، ونجدد العهد مع ربنا جل وجلاله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء ذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا في مكة المكرمة في جو ملبد بالغيوم، جو طيب وجو جميل. نسأل الله أن يجعل هذا اليوم يوم خير وأمن وأمان لجميع المسلمين، وأن يعوده علينا بالخير جميعا. إخواني في الله، في هذه الكلمة الرد على شبهة. هذه الشبهة منتشرة بقوة في هذه الأيام، لا سيما من بعد أحداث غزة. وهذه الشبهة هي قديمة، تتجدد مع كل فتنة ومع كل حروب ومع كل زلازل وبراكين وفيضانات وقتل وقتال يجددها الإخوان المسلمون ومن إليهم والصوفية وجميع الحماسيين والحزبيين، وهي مسألة الخلافة وقضية الخلافة الإسلامية. وموضوع الخلافة هذا موضوع شائك طويل، تعود جذوره إلى أيام الدولة العثمانية وما قبل الدولة العثمانية وأيام بني أمية والدولة العباسية بني أمية. والخلاف يرجع إلى هل نطلق على هذه الدول بالخلافة، مثلا العثمانية، هل نطلق عليها الخلافة العثمانية؟ الصواب لا، ليست خلافة وليست راشدة، كانت دولة صوفية الدولة العثمانية، وليس المجال في هذا، قد كتبنا في ذلك. لكن نحن الآن سنتحدث على الخلافة الزندانية. الكلمة التي قالها عبد المجيد الزنداني في 2011 في ساحة التغيير في صنعاء، عندما قال ونبشر في عام 2020 أو 22 أو حول ذلك بالخلافة الراشدة من الصين من الشرق إلى الغرب ومن هذه الكلمة من عبد المجيد الزنداني ليست اعتباطا وليست تحمسا، لا، هذه كلمة أقرها التنظيم الدولي للإخوان في 2011 بإعلان الخلافة وتمهيد أمر الخلافة للمسلمين وتهيئة الناس أن الخلافة راجعة على أيديهم والتغليل بأصحابهم. الزنداني ما تكلمها ارتجالا، لا، هي جاءت المعلومات وجاءت التوجيهات من التنظيم الدولي، لأن كلمة الزنداني كانت أسمع، وإلا فقد صرح بها غير الزنداني، صرحوا بها في مصر، صرحوا بها في تونس، وصرح بها القرضاوي، وصرحوا بها في تركيا عندما اجتمع الإخوان المسلمون في برنامج سواعد الإخاء، صرحوا بها في تركيا، وكلهم يمهدون للخلافة والخليفة أردوغان أو غير أردوغان، ما عندهم مشكلة. المهم كلهم كانوا يحددون تاريخ، والتاريخ يبدأ من 2000. وهناك أحد المنحرفين الضلال يسمى بسام جرار، هذا في فلسطيني، هذا أعلن من حينه من تلك الأيام أن الخلافة ستكون في عام 2023. وهناك غيره من قال ستكون في 24. ويستدلون أيضا بكلام مارجريت تاتشر رئيسة الوزراء بريطانيا زمان، أنها قالت أن عام 2026 سيكون عام حكم الإسلام. ويستدلون بكتاب أجانب وأمريكيين. هؤلاء الكتاب كانوا يقولون أن 2020 و23 وإلى 30 أنه ستكون حكم الإسلام.
وأوتي الإخوان المسلمون من الضلال الذي هم يعيشون فيه والأفكار التي تبنوها، فهم قد تبنوا الأفكار مسبقا، تبنوها ثم يلون الأدلة على مفاهيمهم الخربانة، وأيضا يستدلون بأحاديث ومنها ما هو ضعيف، وأكثرها في كتب الملاحم والفتن، لا سيما كتاب الفتن لنعيم بن حماد، ويخوضون في هذا الباب، يخوضون في هذا الباب خوض عظيم، وينزلوا الأحداث على أيامهم. وأنتم قد سمعتم في أيام 2011 هم قالوا أن جبريل نزل في ساحة رابعة العدوية، وأنهم رأوا الملائكة في الشام، وأنهم رأوا الملائكة في ساحة التغيير في صنعاء. وهذه الأيام يقولون وينشرون، ولد عبد الله عزام ينشر أن هناك المجاهدين في غزة أحدهم عنده في السلاح 30 طلقة، ويستمر يضرب بالسلاح، وتستمر معه الطلقات النارية إلى 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 ما لا نهاية وما تنتهي، ويعدون ذلك كرامات. فهذا الخراط يأخذ عن أبيه الآن، أبوه كان صاحب كتاب كرامات الأفغان الذي أتى به بالعجائب في ذاك الكتاب، آيات الرحمن في جهاد الأفغان أو نحو ذلك. فيا إخواني الكرام، نحن سنرد على أعظم دليل يستدلون به هذه الأيام وينشرونها بقوة في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما دليلهم على هذا التحليلات والتنزيلات على الواقع؟ دليلهم ما جاء عند الحاكم من حديث عبد الله بن حوالة أو العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأس عبد الله بن حوالة أو على هامته، وقال: يا عبد الله بن حوالة، أرأيت إن نزلت الخلافة في الأرض المقدسة؟ فحينها، أي إذا نزلت الخلافة، ستكثر الزلازل، أو فانتظر أو فارتقب الزلازل والبلابل والأمور العظام. فهم يتوقعون الآن وهم يمهدون بحسب ما قد مهد دعاتهم كالزنداني وأمثاله أن الخلافة في 23، حتى يكون عام 2023 و24 كما قال الزنداني فعلا أنهم وصلوا إلى بيت المقدس، لا سيما بعد أن خدعتهم إيران وخدعهم الرافضة. أنتم اقدموا وحاربوا، ونحن سندخل من جنوب لبنان ومن سوريا وسنقصف من إيران، وسنفعل وسنضرب وسنحرر بيت المقدس، وأنتم ستحكمون، وأن حماس ستحكم. فخدعوهم وكانوا حميرا للرافضة. والآن إيران تتاجر بهذا الملف في أمريكا، وتأخذ مليارات، وتأخذ المطالب السياسية تحققها التي تريدها، بينما يسببون النكبات للعرب وللمسلمين، يسببون النكبات للعرب والمسلمين. طيب، عودة إلى الحديث، حديث عبد الله بن حوالة. الحديث يصحه العلامة الألباني بينما يضعفه غيره. الإخوان أهل أهواء، الإخوان أهل أهواء، يأخذون من أحاديث الألباني ما يوافق أهواءهم. فإذا وجدوا من أحاديث الألباني التي تحذر من الحزبية وتحذر من الفتنة ويدعو إلى الهجرة من فلسطين وإلى يكفرونه في هذا الباب. بينما إذا أخذوا حديث من أحاديث توافق أهواءهم أعلنوا ورفعوا بالخط العريض صححوا الألباني، ويأخذون بتحسينات الأرناؤوط وتصحيحاته الموافقة لحزبياتهم وهي كثيرة، بينما الأرناؤوط في هذا الحديث ضعفه، ما يأخذون به لأنهم أهل أهواء. طيب، ما هو الرد على هذا الحديث؟ الرد على هذا الحديث، أولا نعود إلى تفسير الحديث لأهل العلم، ماذا قال فيه السلف، ولنختصر الكلام وسأضيف البحث في الرابط. قال الخطابي رحمه الله تعالى: وهذه الخلافة كان قد وقعت أيام بني أمية. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن الخلافة ستنتقل إلى الشام، والمقصود بالأرض المقدسة هي الشام عموما، ليست بيت المقدس، هي الشام عموما، الأرض التي باركنا فيها، الأرض التي بارك الله فيها العالمين. فالأرض المقدسة والشام هي أرض مباركة. هكذا يقول الخطابي رحمه الله تعالى أن المقصود قد وقع في أيام بني أمية.
وهناك من العلماء من يقول المقصود أنه المهدي عليه السلام، أن خلافة المهدي ستكون أو حكم المهدي، لأن هناك أيضا خلاف، هل ستكون خلافة أيام المهدي أو قبل المهدي أو بعد المهدي أو حكم. وعلى كل حال المهدي خليفة من خليفة وسيكون حاكم ويحكم بالقسط والعدل بإذن الله. وهناك من قال أنه سيكون هذا الحديث يتحدث عن أيام المهدي. والذين يردون هذا القول يقولون الخطاب من النبي لعبد الله بن حوالة إذا رأيت، يخاطب عبد الله بن حوالة لعله يدرك ذلك الأمر أي في زمنه. ولهذا ذكر أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قد أعد بيوتا في الشام، أعد بيوتا للشام لينقل إليها أمهات المؤمنين. وكان عمر يجتهد في أن الشام ستكون أرض آمنة، وكانوا يتوقعون أن في زمانهم زمن الفتن وزمان المسيح الدجال، وقد اقترب المسيح الدجال، حتى كان بعض الصحابة يقسم أن ابن صياد هو المسيح الدجال، كانوا يتوقعون ذلك. فما بالك في أيام علي عندما وقعت المجازر العظيمة ومعركة الجمل، كان الصحابة يتوقعون أن الساعة أزفت وأن ستقوم في أيامهم أو بعدهم. وهكذا كان حال السلف، كل يتوقع قيام الساعة والأحداث العظام. والإخوان المسلمون والصوفية وأهل البدع ينزلون الأحاديث في كل زمان على زمانهم. وأوتي أهل البدع في زماننا، أوتوا في زماننا من قراءة كتب العلمانيين وكتب اليهود والنصارى والمستشرقين، وكتب كتبها، وحتى لخصوا كتبهم وكتبوها، من ذلك كتاب هرمجدون أو هرمجدون، وهذا الكتاب بمعناها الأرض المقدسة. وهذا الكتاب كان يبشر، ونشروه في التسعينات، كان يبشر أن الحروب الملحمة الكبرى ستكون في عام 20 تقريبا، وأنه سيخرج المسيح الدجال، وأنه ستقوم الحروب النووية، وأنه ستفنى جميع الحروب النووية، وأن الناس يعودون إلى العهد الأول، ومن هذه الأمور. وقد ترسخوا على هذه الأفكار الإخوان المسلمون، لا سيما كبارهم. مثلا من كبار الإخوان المسلمين سعيد حواء شرح هذا الحديث وعلق عليه بنحو هذه التعليقات، وهم يسيرون على هذه الأفكار ويسعون إليها. فقضية الخلافة الزندانية هي قضية مدروسة، وهي متقررة في أفكارهم أن الخلافة ستكون من 23. بل وعندهم نبوءة أخرى أنه الحج سيتوقف في عام 24. الآن يبشرون ويمهدون أن الحج سيتوقف. كيف سيتوقف؟ هم الآن يسعون في توقيفه بإحداث البلابل والحروب مع الحوثي ومع الحشد الشعبي ومع حزب الله، كي يقصفون على المملكة، كي يؤذون المملكة، كي يسعون إلى خلافات سياسية مع المملكة. هم يسعون إلى ذلك، كما أن الشيعة يمهدون بخروج المهدي، وأن المهدي الشيعة سيخرج وسيقتل النواصب ويقتل خصومهم ويمكنهم في الأرض. وكذلك اليهود يمهدون بخروج أو بنزول عيسى أو منجيهم، وهو سيقتل المسلمين ويقتل كل من في الأرض ويجعل الأرض لليهود فقط. وهكذا كل فريق منهم فرحون ويحللون هذه التحليلات، الإخوان، الشيعة، اليهود. ولهذا رحم الله شيخنا الإمام البادعي حين كان يقول الإخوان المسلمون يتفقون مع الشيعة في 3، ومنها الإمامة. فكرة الإمامة عندهم، أولئك عندهم المرشد العام للإخوان المسلمين، وهذا عندهم الإمام الخميني، فكرة الإمام المنتظر وولاية الفقيه. عندهم ولاية الفقيه وهؤلاء عندهم ولاية المرشد. فما يفعله الإخوان المسلمون في زماننا يا إخواني الكرام هم يسعون فيه، كما أن الشيعة تسعى في الإفساد في العراق وإشاعة الفواحش والخمور والمنكرات. لماذا؟ قالوا كي يعجل خروج المهدي، لأن المهدي لا يخرج إلا والناس على فساد عظيم وعلى هرج ومرج وقتال. والإخوان يسعون إلى ذلك سعيا لإشعال الفتن والحروب حتى يعجلوا بخروج المهدي، هكذا يظنون. حتى أنني سمعت أحدهم من محلل الإخوان المسلمين، وهو صابر مشهور الإخواني الذي الهارب في تركيا، يتمنى أن بوتين يضرب بالسلاح النووي
على الدول المخالفة له، وأن أمريكا ماذا تضرب بالسلاح النووي حتى يتدمر العالم. هكذا يتمنى، حتى يتدمر العالم وتنتهي كل الأسلحة. يا أخي هؤلاء أهل طيش وأهل فتن، أعوذ بالله. ستتدمر وستضرر الناس والمسلمين، وستتوقف الزراعة والصناعة والتجارة والخير الذي نحن فيه. والله أن الإخوان المسلمون سيتكالبون على القمح وعلى المأكولات، وسيتهارجون هرج الحمر. أهل بطونهم أهل أكل وشرب، أهل شهوات. الخوارج أهل دنيا. نعوذ بالله أن يتمنى الإنسان الشر. لا تتمنوا لقاء العدو واسأل الله العافية. هكذا المسلم لا يتمنى لقاء العدو ويسأل الله العافية، يتمنى أنه يلقى الله بالعافية والسلامة، ويتمنى الخير والأمن والأمان لجميع الناس، للمسلمين وغير المسلمين، وأن الله يهدي جميع الناس، وأن الله يصلح المسلمين، وما أرسلناه يصلح المسلمين وغير المسلمين. يتمنى ويتمنى من الله أن يهلك الكافرين، يسأل الله ويدعو أن يهلك الكافرين ويزلزلهم والمعاندين والمعرضين. لكن الأصل في الإسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الأصل أن المسلم رحمة للعالمين، ولهذا النبي فتح الفتوحات، والصحابة الكرام فتحوا مصر والمشرق والمغرب، ولا زال النصارى باقين فيهم، واليهود كانوا موجودين في اليمن وفي الجزيرة، ما قتلوهم وما قتلوا الناس، دعوا الناس إلى الإسلام وخيروهم بين كما هي في العهد العمري.